بما اننا دخلنا في المذاكره وكده، في مشاكل كتير جدا بتقابلنا، من اهمها فكره ان احنا ما بنقدرش نركز لمده طويله جدا في المذاكره. تبدا مذاكره شويه صغيرين كده وتلاقيك فصلت. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، هو ليه الناس زمان كانت مده تركيزهم اعلى مننا احنا دلوقتي؟ وكام هي على مده التركيز، يعني ان هو يقعد وقت اطول منك انت دلوقتي مركز في المذاكره بتاعته. وانا كده مش بقول لك اي كلام، يعني واحده من الاحصائيات اللي اتعملت على فكره مده التركيز او ان الشخص يقعد وقت طويل مركز، بتتكلم في ان الناس لحد الالفينات واوائل الالفينات كانت وصلت مده تركيز الشخص ل 30 دقيقه. من بعد بدايه الالفينات والمده قريبه كانت وصلت مده التركيز ل 9 دقائق. وحاليا بقى في الفتره اللي احنا فيها دي ممكن تركيز الشخص ما يكملش دقيقه. الموضوع ده بيرجع لاسباب كتير جدا، فكره ضعف التركيز على فترات معينه من الزمن. واحده من اهم الاسباب دي هي فكره النشاطات اليوميه اللي كان الشخص بيمارسها في كل فتره من الفترات دي. يعني مثلا الناس زمان كانت مقبله اكتر على القراءه، سواء الكتب، القصص، الروايات، يسمعوا المسرحيات اللي هي 3 ساعات دي. فكل الانشطه دي كانت بتخلي مده تركيز الفرد تبقى اعلى، لان هو بيتعود انه يعمل او يمارس الحاجات دي. واحد انه يقرا مثلا 3 كتب في اسبوع او يا عم في اسبوعين، ده هتخليه مثلا ان هو يبقى في نص ساعه هو مركز، وهيعود المخ على مده التركيز دي، بل وانها هتزود مده التركيز عند الفرد. لو جينا بقى نبص علينا احنا في الفتره دي دلوقتي، فمن اكتر الحاجات اللي بنبذل فيها وقت دلوقتي هي السوشيال ميديا. خلينا هنا نقول ان احنا ممكن نسكرول داون في اليوم بتاع 30 40 فيديو في ساعه، كل فيديو من دول 30 او 60 ثانيه. الفكره بقى في ان انت لما بتقعد فتره طويله تتفرج على الفيديوهات ورا بعض، سواء بقى ريلز على فيسبوك او انستجرام، شورتس على يوتيوب، فيديوهات اللي على التيك توك، تعود مخك على مده التركيز دي اللي هي 30 او 60 ثانيه. بكلمك هنا في ان انت قاعد مثلا ساعه ساعتين تتفرج على الفيديوهات بس ورا بعض عملت سوايب كده كل شويه. تيجي بقى تفصل نفسك من الموبايل وتبدا تذاكر، بتلاقي نفسك مش قادر تركز دقيقه بالظبط في المعلومه اللي انت ماسكها وبتفصل. لا، والموضوع ان انت بتتشتت بسرعه اكتر. انت مثلا تبقى لسه قافل الموبايل وتبدا تذاكر، وبعد كده يجيلك نوتيفيكيشن فتفتح الموبايل تاني. وتعود المخ ده بيرجع ببساطه، لان فكره طول ما انت قاعد انت عمال المخ يفرز دوبامين، جرعه دوبامين كل شويه على كل سوايب انت بتعملها، بيبقى بشكل متقطع وبشكل غير طبيعي، الجسم مش متعود عليه. بالتالي التركيز مع طول الفتره دي انت بيتعود على المده دي. طب يا عم ماشي، هل في حل للمشكله دي؟ في حاجات كتير انت ممكن تعملها. واحده من الحلول البسيطه اللي انت ممكن تعملها، لو انت مثلا مجهز يوم ده هتذاكر فيه كميه كبيره مثلا، حاول ان انت تخف استخدام السوشيال ميديا فيه، تقلل من قعدتك على الموبايل في اليوم ده على الاقل، عشان بس تحاول تنجز اللي وراك. تاني حاجه، فكره ان انت تنام على الموبايل وتصحى على الموبايل دي يعني ما ينفعش. قبل ما تنام تحاول ان انت تقفل الموبايل قبلها بشويه، وتحاول ان انت تنام عشان تعرف تنام كويس، لان النوم الاغمائي اللي احنا فيه ده اللي انت وانت ماسك الموبايل تنام كده يغمى عليك. اما تصحى، اول ما تصحى اوعى تمسك الموبايل، يعني اول ما تصحى من النوم كده ما تمسكش الموبايل. اصحى بقى كده، خد دش، اتوضى، صلي، افطر، اقعد شويه كده، بعد كده ابدا ذاكر في الاول، شد ايدك في المذاكره، وبعد كده في نص اليوم ممكن تفتح الموبايل. وبلاش برضو فكره ان انا اقعد ساعتين على الموبايل وبعد كده اخش على المذاكره، يعني حاول تقلل ان انت الفترات المتقطعه تكون ربعايه كده وخلاص. بس يا معلم، هو ده كان كلام النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.